السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ قناة ملذ وطاب مع رندا محمد. هنقدم لكم النهاردة وصفة جديدة وجميلة. هوريكم طريقة عمل المخ بتاع العجل او مخ الخروف. ده زي ما انتوا شايفين كده، ده مخ الخروف. بصوا صغير ازاي، وده المخ بتاع العجل. انا جايبه لكم النهارده عشان اوريكم ازاي تعملوه ويطلع معاكم مش زفر. هوريكم طريقه غسيله وطريقه تنظيفه وطريقه طبيخه، ان انت تسلقيه ازاي، تحمريه ازاي، تعمليه بانيه. هوريكم كل دوت في الفيديو. طبعا احنا عارفين ان المخ بيتباع في السوق غالي جدا. انت سواء ذبحه او مش ذبحه ممكن يتوفر عندك المخ دوت. لو انت مش ذبحه بتشتريه من الجزار بس السنه الجايه بقى ان شاء الله. ولو انت بتحبيه في وسط السنه كده ملوش دعوه بعيد الاضحى، بتقولي للجزار انا عايزه مخ ضاني او مخ عجالي. الفرق بينهم في الحجم، ده بقر وجاموس لكن ده الخرفان. والطريقه واحده في التنظيف وفي طهيه وكل حاجه واحد، بس هو الفرق في الحجم. في ناس كتير قوي بتاخد المخ زي ما هو كده تحطه في الميه تسلقه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا ما بعيبش على حد، بس هي الطريقه دي اللي انا بقول عليها دي بتبقى زفره جدا. زي ما انتوا شايفين في عروق كده وفي حاجات زي غشاء كده على المخ دوت. بصوا دوت لما بيتسلق باللي هو فيه ده بيبقى زفر جدا. هي ممكن بعد ما بتسلقه بتاخده وهي بتقطعه عشان تقليه بتنضفه، بس برضو بيبقى ساب زفارة جوه المخ نفسه. احنا مش عايزين حاجتنا تبقى زفرة، وعايزينها تبقى نظيفة وحلوة. المخ مش زي الفراخ والطيور واللحوم ان انت بتغسليها وكده، لا هو حساس قوي، بيتقطع وبيتهري من اقل حاجة. فهو ليه طريقة غسيل او تنظيف. التنظيف بتاعه ازاي؟ خليكي بقى معايا. انا بجايبه شويه ملح كده حلوين، بس الملح يكون ناعم مش خشن، عشان الخشن هيقطع لي الانسجه بتاعته والقوام بتاعه. هنعمل ايه؟ هنمسك بقى المخ كده، خليكم معايا. وباخد معايا شويه ملح برشهم زي ما انت شايفه كده، وصوابعي دايما تبقى فيها ملح. بمسك، بصوا بيطلع معايا العروق ازاي. بصوا يا رب يكون التصوير مبين. بصوا اهو، كل ده مش هيبقى في السليق اهو. بصوا طالع قد ايه. بصوا العروق، بصوا المنطقه دي العرق اتشال منها، او الشرايين الرفيعه دي اتشالت منها. انا هعمل كده تاني لغايه لما اضمن ان كل الغشاء والشرايين الصغيره دي ما بقتش موجوده بين بين الخلايا بتاعه المخ. اهو بيطلع معايا بكل سهوله جدا. وهنا كده عند المخيخ زي ما بيقولوا بنضف كويس اهو. بصوا شايفين؟ يا رب يكون التصوير طالع لكم كويس اهو. بصوا بيطلع معايا بسهوله جدا. لو انا ايديا ومش رشه على المخ ملح هيتهري. بصوا هو مش مهري معايا خالص، هو بيطلع بكل سهوله. الاقي الملح قل ارش واعمل بايدي كده، وصوابعي لازم تبقى فيها ملح اهو. طبعا زي ما انتوا شايفين بيطلع بسهوله جدا، والحاجه ما اتهرتش معايا وماشيه معاها زي الفل معايا. هنكمل بقى الكميه كده اهو. تنضف كده، شايفين الحاجات اللي طلعت منه اللي هي الشعيرات الدمويه. طبعا هو كده في مطرح التنظيف دم، فانا هروح اشطفه بالراحه خالص. يعني املى طبق في ميه واغطس المخ فيه واطلعه بالراحه جدا، عشان انا مش عايزاه يتهري مني. وبعد ما اشطفه هرجع لكم اقول لكم هنعمل فيه ايه بقى. معايا بقى شاشه او اي قطعه قماش نظيفه. بعمل ايه؟ هاخد بقى اللي هما بتوع الخروف الاول كده، بحطهم كده
وبأتني عليهم البتاع كده واربطها كويس قوي. انا مش عايزة المية تخرجهم من الشاشة، لا هي تبقى الشاشة مقفولة عليهم كويس جدا، وهم هيتسلقوا في الشاشة. هيتسلقوا في الشاشة هم ما ينفعش احطهم في المية كده. المخ يتهري من المية لو اتحط فيها، فالشاشة بتحميه وتخليه بيحتفظ بالقوام. ادي اول حاجة هركنها بقى كده، وهعمل المخين التانيين اللي هم العجالي بنفس الطريقة. انت طبعا بعد ما بتخلصي بتحطي الشاش ده تغسليه وتشيليه عندك اهو كده ما شاء الله اهو، وهربطه بنفس الطريقة بالظبط كده. باخد الحروف كده اهو، وما بضغطش قوي، بسيبه براحته خالص علشان ما يتعجنش ولا يتكسر مني اهو. الربط على العايم زي ما انتوا شايفين خالص كده. هنعمل ايه؟ ميه بقى مغليه بتغلي كده، هروح على البوتاجاز ونكمل الطريقه. ميه بتغلي معايا كويس قوي. هحط ايه؟ هحط بصلايه، وهحط كام ورقه لورا كده حلوين، والتوابل فلفل يعني ذره كمون كده، وكام فص حبهان انا مفتحاهم عشان يبقوا يعملوا النكهه كويس. غليت معايا وحلوه كده، اروح منزله. بصوا اهو بنزل كده بنزل كده. هسيبها قد ايه؟ حوالي 5 دقايق او 7، من 5 ل7 دقايق كده مع نفسها. زي ما انتوا شايفين بعد ما اتسلقوا بصوا اهو، بس الكبار سخنين مش قادرة امسكهم. بسيب بقى المخ يبرد خالص قبل ما اقطعه. هقطع معاكم الصغيرين اهم بردوا. هقطع معاكم الصغيرين واقول لكم هنعمله ازاي، وبعدين الكبار لما يبردوا هقطعهم. اهو المخ بتاعي كده. هعمل ايه؟ هروح قاسمه بالنص كده اهو. هاخد الحته دي كده اهو، دي هتبقى قطعه المخ بتاعتي. هحطها بقى في طبق، وهقطع الحته دي برضو كده من التانية واحطها في طبق. هعمل ايه بدول انا بقى وانا بعملهم؟ بالبيض والبقسماط. بحط الاتنين دول على بعض مع اللي هيطلع متكسر او في حتت صغيره كده، بعملهم قطعه ما برميهمش. هحطهم دلوقتي، هركنهم وهقطع بقيه الكميه وهقول لكم بقى هنعمل ايه. معايا بقى علشان بعد ما قطعته هعمله بالبيض والبقسماط. معايا الدقيق ومعايا البقسماط ومعايا البضايه. بعمل بضايه عشان ما اخسرش البيض وارميه. هعمل ايه؟ هحط، لان هو مش متملح، هحط على الدقيق شويه ملح كده، وعلى البقسماط شويه ملح. حلو الكلام، حلو الكلام. وهنحط على البيض شوية فلفل عشان الزفارة، وعلى الدقيق شوية فلفل عشان التطعيمة. خلاص خلصت كده التتبيلة بتاعتي. هنعمل بقى ايه؟ هنعمله بالبيض والبقسماط. باخد قطعة المخ بقى اهي كده، بحطها في ايه؟ في الدقيق. اقلبها بالراحة خالص يا جماعة، يعني ممكن نستغنى عن المعالق والشوك واحنا بنشتغل في المخ عشان ما يتهريش مني. خلاص هعمل ايه؟ هنزل بيه بقى في البيض كده. انا حريصة جدا ان قطعة المخ ما تتهريش مني، وهطلعها بقى بالشوكة بالراحة خالص كده عشان ابقى ضامنة ان هي صفت البيض منها، واحطها في البقسماط واقلبها. بصوا بالراحة ازاي بعمل ايه.
بالراحة خالص 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 خالص، عشان تبقى القطعة بتاعتي ما تتهريش مني، وتبقى معايا حلوة ومليانة بالبقسماط والدقيق والبيض. بصوا اهي تبقى ماسكة قوامها متماسك. هعمل معاكم قطعة كمان زي ما عملتها في المرة الأولانية، ادحرجها في الدقيق كده زي ما بنعمل البفتيك او البانيه بتاعنا. وبعمل ايه، بنزل بيها في البيض، بقلبها كده او اخد كده وبالشوكة اروح مطلعاها عشان ما تهطرش معايا، وانزلها بقى بالبقسماط كده. عفوا اهي. هعمل بقى بقية الكمية كلها كده وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين الكمية اهي كلها معمولة بقى بالبيض والبقسماط. وجبت معايا بقى، انا مش هقلي البانيه المخ البانيه بتاعي في طاسة. ليه؟ عشان احنا عارفين، انا بقول لكم نصايح من خلال الفيديو. احنا عارفين ان الزيت غالي، وان انا لما بقلي حاجة فيها بيض الزيت ده ما بينفعش استخدمه تاني. فانا جبت حلة مش كبيرة وحطيت فيها كمية الزيت المناسبة. هي عشان حلة مش كبيرة بيبقى الزيت ارتفاعه معقول. وهقلي فيه المخ بتاعي. هعمل له بس اختبار اشوفه سخن ولا لا. تمام كده اهو. هنزل بقى، بصوا اهو زي الفل. هيبقى معاكي احلى من بتاع السوق وانضف وجميل جدا جدا جدا. خلصت القلية بتاعته زي ما انتوا شايفين. دي درجة السوا بتاعه من الوش والظهر من كل قطعة كده. الكمية اهي عاملة شوية مخ حلوين. طبعا سواه ونظافته وقليته والتمليحة بتاعته ان انت تتبليه بايه. كل ده انا قلته في الفيديو. لو الوصفة بتاعة المخ النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتعملي تفعلي الجرس عشان توصلك مني كل الاشعارات. قناة ملذ وطاب معاها احلى الاكلات والذ الوصفات. سلام عليكم.